السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. واش راكم مع هاد الشتا ومع هاد البرد اللي الله يبارك، أمطار خير يا ربي، إن شاء الله يجعلها أمطار بركات وخير يا ربي على بلادنا الحبيبة وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اليوم حبيباتي جيتكم بهاد بسكوي غولي، يجي بزاف هايل وبنين ويجي ناجح من أول تجربة. تابعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. عندي هنايا 4 حبيبات بيض على حرارة الغرفة، لازم تكوني خرجتيهم في الفريجيدار، ما تستعمليهمش باردين مباشرة. عندي 4 مغارف كبار فرينة يكونوا بومبي، يعني ماشي مملوطين، مغارف معمرين. عندي 4 مغارف كبار سكر عادي. عندي مغرف ونص خميرة الحلويات، وعندي قشور الليمون، وحبيتي تزيدي لافاني زيدي. وعندي 4 مغارف كبار زيت. هذه هي. نحط اول حاجه في ريسيبيون البيض ديالي، ندير عليه قريصه تاع الملح اللي على بالكم اللي هي ضروريه باش تعدل لي الطعم، ونبدا نضرب فيه بالباتور. هنايا حبيبتي لازم تستعملي الباتور احسن من الفوي. نبدا نضرب مليح كي يبدا يطلع لي الخليط ديالي، نبدا نضيف السكر غير بالعقل، ما نضيفوش على مره ونزيد معاه قشور الليمون ونكمل نخلط. ومن بعد هنايا في المرحله هذه اخلاص ناخذ دوك. هنا من الاحسن تكون عندك صفايه ولا صفايه كبيره ولا باش نغربلو فيها الفرينه، ما تحطيهاش الفرينه مباشره، حطي غير بالعقل على دفعات. وكما قلت لكم الاحسن تحطيها كتغربليها من الفوق. درت المغرفه الاولى ونزيدت الزوجه ونحرك كما كتشوفي. هنا شوفي كي تحركي هنا تستعملي الفوي نحبسوا الباتور، ولكن هنا كي تكوني تستعملي غير بالعقل، يعني من التحت وطلعي للفوق غير بشويه. ما تخلطيش كيما حنا نقول ما تخلطيش فور باش ما يهبطلكش الهواء هذاك. حنا هذاك الهواء لازم هو اللي يخلي لنا البسكوي غولي تاعنا يجي خفيف. هنا راني كملت كامل الفرينه اللي عندي، اللي قلنا 4 مغارف كبار، وزدت معاهم هذيك المغرف ونص تاع خميره الحلويات، نحرك هكا غير بشويه. وهنايا حبيباتي نزيد معاهم 4 مغارف زيت. هنا من الاحسن 4 مغارف زيت نحطوهم كيما درنا السكر، ولكن انا كنت نسيتهم، بصح معليش ما عندهم حاجه. نكمل نحرك هكا كيما كتشوفوا غير بشويه، نحاولوا ما نكسروش هذاك الهواء اللي دخلناه في الخليط ديالنا. هذه هي. وهنايا السنيوه ديالي اللي جبتها، انا عندي هنايا سنيوه 30 على 25 اظن، سنيوه هكا يعني كبيره شويه. نفرغ فيها كامل الخليط كيما كتشوفوا هكا غير بالعقل، كيما قلت لكم غير بشويه سايسو باش ما يهبط الهواء هذاك اللي فيه. هكذا ساويه من الفوق بلا سباتول ولا مغرف تاع حطب ولا المهم، وندخلوه يطيب على كوشه متوسطه، على فرن متوسط، نار متوسطه. هنايا كي تبداي تخدمي تكوني شعلتي الكوشه تاعك تسخن على الاقل 10 دقائق من قبل كما كتشوفوا. وهنايا ما نطيبوهمش بزاف. البسكوي غولي عفوا ما لازمش يطيب بزاف، لازم يطيب هكا كما كتشوفوا صفر، يعني ما يكونش حمر يعني طيب بزياده. لازم يكون هكا صفر باش يجيك خفيف من الفوق، يعني ما نشعلوش الكوشه من الفوق داخل، فهمتوني هكذا. وهنايا ما استعملت طرشونه ما والو، يعني بابي كويزون. وهنا في الطياب نسيت ما قلت لكمش، كي تدخلوه يطيب لازم تستعملوا بابي كويزون في السنيوه ديالكم، سينو حيلصق لكم في السنيوه، فهمتوني. ومن بعد من الفوق نستعمل بابي كويسون من الفوق، باسكو انا حنخدم به ويسهل العمليه، يعني لا طرشونه ولا والو. نحطو كيما كتشوفوا. ونجيب هنايا المعجون ديالي، انت المهم استعملي واش حبيتي، المعجون اللي عندك ديريه، ولا حبيتي لا جيلي ولا يعني واش متوفر عندك ديري. هكذا ندهنها كامل، يعني تطبق. ومن بعد هنا باش نجيب نحكم موس، شغل ما نقطعش حذاري، شغل نمورو غير من الفوق هكذا، فهمتوني كيما كشتو غير من الفوق هذا مكان. ونبدا نرولي هكا ونطلع البابي كويسون تاعي، وراني نرولي ونضغط غير بشويه كيما كتشوفوا. ومن بعد هنايا هكذا كيما كتلاحظوا نحاول نضغط عليه غير بشويه. وهنايا ندخلو في الثلاجه، نخليه على الاقل 4 ساعه ولا 20 دقيقه حتى يشد روحو، باش نجي نكمل نزينو.
هكذا كيما كتشوفوا انا درت له يعني تزيين خفيف جدا، غير سكر كلاص دوك تشوفوني كيف زينته هكذا من الفوق. انت حبيتي من الفوق ديري شوكولا، حبيتي المهم هادشي يرجع ليك، واش حبيتي ديري ولا حبيتي تاني تدهنيه من الفوق بالمعجون وديري شويه لوز ايفيلي تاني يجي شباب. المهم واش حبيتي. هنايا نحيت هذوك الاطراف باش يجي الشكل ديالو شباب. وهنا شوفوني كنت حنزينو بطريقه، من بعد وليت حنزينو هكا. شوفوا درت انا من الفوق شويه تاع المعجون، هي نورمالمون قبل ما ندير سكر كلاص ندير شويه تاع المعجون، من بعد نغطيه وندير سكر كلاص، ولكن انا درت هكا، درت شويه تاع المعجون بعد غطيته وراني نزيد ندير عليه سكر كلاص كيما كنت تشوفوا باش نحط له تزيين. انا درت له تزيين خفيف، انا والله كانوا عندي يعني شويه تاع مكسرات، كانوا عندي غير حبيبات تاع لوز ماشي بزاف، يعني وقيلا 5 ولا 6 حبيبات مع واحد 4 حبات تاع جوز، كسرتهم هكاك دشدشتهم واني زين فيهم الفوق، مع عندي شويه تاع الورد تاني درتو هكاك تزيين خفيف. انتي واش حبيتي ديري من الفوق تقدري حتى تخليه هكذا كيما راه ما ديري له حتى حاجه، ولا ديري له شويه لي سيريس كونفي ولا، المهم هادشي يرجع لك. والله صدقوني يعني جا ما شاء الله، جا ناجح وجا خفيف مشرب. ولكن نتوما هنايا شوفوا ما تقسموش مباشره، انا راني قسمته تمتم ما خليتوش يعني قاعد باش نصور لكم فقط. انت من الاحسن تخليه على الاقل زوج سوايع، زوج سوايع هكاك في الثلاجه باش يتشرب مليح هذاك المعجون ويجيك شباب. هذه هي، وهذا هو كان الشكل النهائي ديالو. والله جا ما شاء الله، نتمنى انكم تجربوا الوصفه ودخلوا لي رايكم في التعليقات. دوك هنايا راني حنقسم حبيبه هكا باش تشوفوا فقط كيما قلت لكم. شوفوا دوك تشوفوا كيفاه جات من الداخل، يعني نتوما لو كان خليتوها تزيد تقعد اكثر ماشي كيما انايا، لو كان تشوفوها لداخل كاع مشربه، يعني هذاك البسكويت يشرب لنا كامل المعجون ويجينا طري، يجي ما شاء الله. هذا هو كان الشكل النهائي ديال الوصفه تاعنا اليوم. حبيباتي ما تنساوش الاشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، والجيم الا كان عجبكم الفيديو. ودرك ما بقى لي غير نبقيكم على خير. اتهلا في روحتكم والى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.